محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح. يا راعي بالجبل صويتك ممشوق الجوال. هجرني حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم كاني بحبك. قد كان طبعك هنا وليش غيرته. أنغام يمانية. رحلة بحث فنية في حياة نجوم الأغنية اليمنية. الإعداد والتقديم خالد ناجي الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الفني والغنائي أنغام يمانية. حلقة جديدة بانتظاركم، فيا مرحبا بكل مستمعينا الكرام في كل مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى إلى هذه الحلقة، والتي ستكون بإذن الله حلقة مميزة بتميز الفنان الذي سنتناول السيرة الفنية له. سيكون بإذن الله تعالى الحديث عن الفنان أبو نصار. ويسرنا أن يكون كالمعتاد معنا في هذه الحلقة الكاتب والباحث في الشأن الثقافي اليمني الأستاذ عبد الحفيظ العمري. أستاذ عبد الحفيظ، أرحب بك إلى مجريات هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين إلى حلقة إن شاء الله تكون مميزة بإذن الله. فنان مميز هو الفنان أبو نصار. إذن أستاذ عبد الحفيظ، اسمح لي أنت والسادة الأخوة المستمعين بالانتقال للاستماع إلى هذا التقرير الموجز عن بعض معالم حياة الفنان أبو نصار، ثم نعود للحديث حول سيرته الفنية. هو محمد حسين أبو نصار فنان يمني من أسرة حميد الدين التي حكمت اليمن قبل ثورة 26 من سبتمبر من عام 1962 للميلاد. غنى جميع الألوان اليمنية، وله العديد من الأغاني التي كتبها ولحنها بنفسه، وهو من أشهر الفنانين حيث انتشرت أغانيه في جميع الأوساط اليمنية. كما كان له الشاعر الخاص به الذي أغلب أغانيه من كلماته، وهو أخوه يحيى حسين، حيث كان أول ظهور له في الإذاعة الملكية بعد أن كان يغني سرا، وذلك خوفا من أسرته. لكن بروزه الفني جعل أسرته وأركان الدولة آنذاك يدعمونه للغناء في الإذاعة. لم توثق أغلب أغانيه للأسف الشديد بسبب الأغاني التي أصدرها معارضا للنظام والحكم في اليمن آنذاك، ولذلك همش بشكل كبير. وقد استغل معظم الفنانين الشباب في اليمن والخليج هذا التهميش، وذلك بسرقة ألحانه وأغانيه ونسبوها لأنفسهم. ومن هناك اتصل بعدد من الفنانين الخليجيين مثل طارق عبد الحكيم وعمر كدرس، واتصل به عدد آخر مثل طلال مداح ومحمد عبده. ولأنه كان متصلا باليمن واليمنيين وتصله كل أخبار معاناتهم، فقد قام بإخراج عدد من الأعمال السياسية في السبعينات من المهجر، والتي جعلته ممنوعا وغير مرحبا به في اليمن. ومنعت أغانيه من قبل الحكومة اليمنية آنذاك في تلك الفترة. أطال البقاء في الطائف كثيرا، ثم عاد إلى اليمن بعد أزمة الخليج. وبعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء، توفي في 16 من شهر ديسمبر من عام 2002 للميلاد عن عمر يناهز 63 عاما. في الحيد مرحبا
ارحم حلالي ولا تال قمري في الحيد ما ارحم حلالي منبولي بالهوى ما عد معه قلبي سالي. عودة إليكم مستمعينا الكرام، وبعد سماعنا لهذا التقرير الموجز نعود للحديث المستفيض في السيرة الفنية للفنان الرائع والجميل أبو نصار. عرفنا الفنان أبو نصار بهذا الاسم، لكننا سنتعرف عليه أكثر وأكثر من خلال مجريات هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ عبد الحفيظ العمري. أستاذ عبد الحفيظ، قبل أن نبدأ الحديث في هذه السيرة الفنية الجميلة للراحل أبو نصار، بداية أتمنى عليك أن تحدثنا عن النظرة الدونية المجتمعية للفن والفنانين في مرحلة من مراحل التاريخ اليمني، والتي ربما ما زالت للأسف حتى الآن. النظرة هذه تأسست حسب الترتيب الاجتماعي للطبقات في اليمن. الأستاذ عبد الله البردوني ذكر في كتابه رحلة في الشعر اليمني قديمة وحديثة ترتيب الطبقات الاجتماعية إلى 5 طبقات اجتماعية وقسمها. الفنانون أو وضعوا في الطبقة الأخيرة، فكانت الطبقات العليا تنظر إلى الفنانين يعني في طبقة حقيرة وإلى آخره، كغيرهم من المهن المحتقرة، المهن المحتقرة التي لا يصح أن يقوم بها أصحاب الطبقات الأخرى. نعم. فكانت هذه النظرة التي هي للأسف الشديد النظرة الدونية لهذا الفنان أو لهذا الشخص بشكله العملي يعني. نعم. هذه النظرة اكتسحت، طبعا ليست نظرة يوم أو يومين، هذه طبعا تراكم قرون على مدى أجيال. وبالمناسبة ليست النظرة هذه موجودة في اليمن بالذات يعني بشكل خصوصي، والباقيات لا أعتقد النظرة هذه كانت موجودة أيضا في دول أخرى يعني دولنا العربية، أنه الفنان هذا مجرد يعني نقول مثل مهرج الخليفة، مثل يعني يرفه على الناس فقط. حتى الاسم كلمة الفنان باللغة العربية للأسف، الفنان كما يذكر فاروق شوشة في كتابه جمال العربية أن الفنان علامته من أسماء الحمار. ولكن احنا لا نأخذ اللفظة من ناحية المدلول اللغوي الأصلي. نعم. لكن لماذا تأصلت في مجتمعنا هذه النظرة الدونية أكثر من المجتمعات الأخرى كالمجتمع المصري وبلاد الشام؟ تأصلت لأنه بلدنا منعزل. نعم. بلدنا طبعا فترة طويلة كان في انعزال، لم يكن الانفتاح الموجود لليمن مثل مصر، مثل الشام، مثل العراق، مثل غيرها، بل لم يكن ربما انفتاح الشمال مثل انفتاح الجنوب أكيد بحكم الاستعمار البريطاني. فلم تكن هذه النظرة. هل النظرة هذه موجودة في الجنوب مثلا؟ لن نجد حدتها مثل ما كانت لدينا للأسف في الشمال. إذن الفارقة الاجتماعية كما تقول الأستاذ عبد الحفيظ كانت السبب الرئيس في هذه النظرة الدونية لهذا مجال الفن، ربما بمختلف مجالاته يعني. هذا يقودنا أيضا إلى سؤال آخر: أين موقع الفنان أبو نصار من هذا الأمر، من موضوع الازدراء للفن والفنانين يعني؟ أبو نصار أصلا أبو نصار الفنان هو من أسرة حميد الدين، من الأسرة التي كانت حاكمة البلد في فترة من الفترات الزمنية التي نعرفها جميعا، وتعتبر هي الطبقة الأولى في التصنيف المجتمعي في تلك الفترة يعني. فلما كما ذكرتم في تقريركم عن بدايته وحياته يعني ميلاده، أبو نصار اسمه الكامل طبعا هو محمد بن حسين بن أحمد بن قاسم حميد الدين. فهو ينتمي إلى الأسرة حميد الدين. طبعا لا نقصد يعني انتماء انه ابن عم الامام او لا، انما يقصد من الاسره. نعم، من الاسره نفسها. نعم، من الاسره نفسها. فهذا الرجل كان موجود ما بين قيدين، القيد المجتمعي والقيد الاسري. القيد الاسري طبعا لما نقرا في سيرته الذاتيه انه لم يكن مسموح له ان يغني، فكان يغني سرا، حتى اذا ما اشتهر وصار يعني معروفا باغانيه الجيده والرائعه طلب الى الاذاعه ليغني، الاذاعه الرسميه في ايام الامام، وبدأ يظهر بأغاني والمعروفة، فخرج من القيد
العائلي، لكن القيد المجتمعي ما زال ينظر انه هذا محمد بن نصار، حتى لاحظ الاسم يعني اتخذ لقب الكنية أبو نصار وليس باسمه الشخصي كما نجد الفنانين الآخرين. وربما هذا الغريب في الأمر، وكنت يعني أنوي أن أطرح لك هذا السؤال: لماذا سمي أبو نصار ولم يسمى باسمه أسوة بغيره من الفنانين اليمنيين؟ ربما لهذا السبب، يعني هذا السبب الأسري والسبب التقسيم الاجتماعي كمان. لكن نحن هنا في حلقتنا اليوم نتحدث عن أبو نصار الفنان، عن أبو نصار المبدع الذي كان مثل مجايليه من الفنانين، علي بن علي الأنسي، السما، غيرهم ربما إذا لم يكن من أجودهم يعني. وقدم فنا جميلا وتراثا ما زال رائدا بين طبقات المستمعين بشكل كبير. فهذه الحلقة هي مكرسة لتقديم هذا الرجل بمنحى الفني بعيد عن المنحى السياسي، والدليل أن الشعب يستمع إلى أغانيه. إذا لم تكون الجهات الرسمية تستمع أو تنشر أغانيه. وربما هذه نقطة مهمة، يعني بعض الأنظمة السياسية للأسف لا أدري هل هو نوع من الجهل أم الغباء أم ماذا، تجده يمنع الأمر الممنوع، يجعل الآخرين يقبلون عليه بشكل أكبر وأوسع. نعم، وهذا طبعا ظاهرة عربية مناسبة. يعني شاعر مثل أحمد مطر، الشاعر العراقي المعروف، هذا رجل سياسي، هذا لأنه ممنوع لافتاته وكتبه انتشرت. وصار الناس يستمعون إليه. لو لم يمنع ربما كان يعني هو شاعر جيد، شاعر كبير بلا شك يعني، لكن لو لم تكن الهالة هذه هالة المنع ربما سيكون مثل الباقين. لو رجعنا إلى الفن، مصر لدينا كان شاعر وفنان. الشاعر طبعا اللي كان يسمى شاعر الصعلوك أحمد فؤاد نجم الفاجومي كما لقب نفسه في مذكراته، والشيخ إمام وكان بصير، كانت أغانيه منتشرة لأنه النظام ومحاربة أيضا بنفس الوقت. نعم، فلذلك ربما انتشر لأنه كانوا محارب. نفس الحالة متطابقة مع أبو نصار. النظرة العربية، الوضع السياسي نفسه ربما يضيق على بعض الفنانين في طرح. بس نقطة مهمة يعني. صحيح ربما أدى إلى انتشار الشيء، لكن هذا لا يمنع أن صاحب الفن كان فنانا حقيقيا. يعني لو كان أبو نصار فنان عادي أو فنان غير مبدع وكان مقيد بسبب السياسة أيضا ما كانش يعني لن ينتشر، لما التفت إليه أحد. لكن نحن اليوم التفتنا إليه في برنامجنا لأنه فنان حقيقي، فنان حقيقي بغض النظر عن النظرة السياسية له أو من أي أسرة هو أو ما إلى ذلك. يعني هذه النقطة. أبو نصار هو فنان بالأول والأخير. طيب، هذا يقودنا إلى بداية الحديث عن السيرة الفنية لهذا الفنان الرائع أبو نصار، وهو كتابته للأغنية. هل خاض هذه التجربة أستاذ عبد الحفيظ من البداية أو لم يخوضها بشكل؟ الذي نعرفه عن أبو نصار أنه كان يكتب له أخوه أكثر شيء، نعم، يحيى حسين، وكان طبعا أغانيه اللي باسم يحيى حسين كثيرة. يحيى حسين هو أخوه طبعا، أخوه الشقيق. أبو نصار على ذكر الأمر، أبو نصار كتب أغنية واحدة التي يعني ما تقوله المصادر التي بين أيدينا، أنه كتب أغنية واحدة وهي ما هي موجودة بين أيدينا حقيقة، ربما يكون هناك أخرى. وتوثيق الأغنية قالها هو بنفسه في بداية الأغنية من كلماته، يعني هو بصوته نعم. أغنية يقول يا سيدنا أحبك، من كلماتها: يا سيدنا أحبك اشهد علي الله، طولت في بعدك أنا أسألك بالله، مقدر على هجرك يا سيد خاف الله. يا سيدنا أحبك يشهد علي الله، طولت في بعدك أنا أسألك بالله. يا سيدنا أحبك يشهد علي الله، طولت في بعدك أنا أسألك بالله، مقدر على هجرك يا سيد خاف الله، مقدر على هجرك يا سيد خاف الله. هذه الأغنية اليتيمة التي بين أيدينا، طبعا ليس الأمر يعني حسما، إنما ما بين أيدينا، التي كتبها أبو نصار لنفسه وغناها. بالمناسبة على ذكر اللحن، أبو نصار كقاعدة عامة هو يلحن لجميع أغانيه. تجد في موسوعة موسوعة الشعر الغناء اليمني في القرن العشرين غناء ولحن أبو نصار، غناء ولحن أبو نصار. أغلب أو لم يكن كل أغانيه التي بين يدينا
من كلمات أخي أو غيرهم هو تلحين طيب. أبو نصار. من وجهة نظرك الشخصية وبناء على هذه القصيدة التي كتبها والتي غناها أيضا، كيف ترى مستوى كتابة القصيدة الغنائية بالنسبة للفنان أبو نصار كربما إحدى مكنوناته التي وضعها في الشعر الغنائي؟ لا يمكن تحكم على فنان من أغنية واحدة أو على شاعر من كلمات قصيدة واحدة أنه جيد أو سيء. لكن أبو نصار فنان رقيق، وكان سنجد طبعا في أغاني العاطفية الكثيرة أنه كان ينتقي الكلمات. هذه كلمات بسيطة، تجد أن لفظة القافية كانت لفظ الجلالة الله 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 طول الوقت، يعني هروبا من صناعة القافية الجديدة. أنا لا نلومه لأنه ليس شاعرا، هو في نهاية المطاف هو مغني أو مطرب وملحن. نعم. طيب هذا أيضا يقودنا إلى سؤال آخر، هل تعامل مع شعراء آخرين إلى جانب تعامله الكبير مع أخيه يحيى؟ نبدأ بأخيه، أخي يحيى حسين. يحيى حسين كتب يعني أبو نصار كما تذكر الموسوعة الشعر الغناء اليمني في القرن العشرين 90 أغنية. هذه من كلمات يحيى حسين وغناها أبو نصار. انظر الحجم يعني 90 أغنية. صحيح. نعم. لكن هذا لا يمنع أن لديه ربما العلاقة الأخوية كلها أيوة التناغم الموجود يعني. من الأغاني التي كتبها أخوه من 90 طبعا كنموذج هي أغنية مع السلامة قد نويت السفر. نعم. أنا مسافر فوق سطح القمر. أذكر أنا مرة نكت في الفيسبوك حول الأغنية هذه، هذا أول رائد فضاء يمني. طبعا هي أغنية جميلة طبعا، رائعة كلمتها جميلة صحيح. كلمتها جميلة. هذه من الأغاني التي تنطبع في الذهن يعني، والتي لم أجد من كررها بعد أبو نصار، والتي يعني صارت من وسمات أو من سمات أبو نصار تماما. مع السلامة قد نويت السفر، قلبي بيلهم والنبي مستقر، ما بيش آمل مرتاح بين البشر، أنا مسافر فوق سطح القمر. بدل ما دام قفا إننا واعتصر، أنا مسافر فوق سطح القمر. هو تعامل مع شعراء آخرين. لعل الشاعر المنطقة الوسطى الشاعر صالح عبد الله السعيدي بعدة أغاني سنذكرها تباعا يعني بعد ذلك. لكن أبرز هذا التعاون في ماذا؟ من الأغاني التي غناها أبو نصار من كلمات السعيدي أغنية جميلة، ناديت يا أهل الهوى، ناديت يا أهل الهوى من ضل عقله جيله شل عقله معه وتفكروا ما جرى في الليلة سر. كلمات عن حكاية طويلة تتكلم حوار ما بين نقول يعني عابر سبيل وما بين بدوية، وبدأ يتحاوروا في قصيدة جميلة كأنها حكاية، يعني هي حكاية. طبعا هي من لحن أبو نصار يعني. طبعا اتفقنا أن أغلب الألحان هي لأبو نصار ما عدا طبعا التراثية، أما الألحان العادية هي. ناديت يا أهل الهوى من ظل عقله يجيله يشل عقله معه، وتفكروا ما جرى يا أهل الهوى ذات ليلة في الساعة 7، لقيت في ملتقى الغزلان سمرة جميلة بين الشجر جازع، ناديت يا بدوية يم العيون الكحيلة يا شمسية طالعة. من اللي يتعامل معهم الشاعر الكبير مطهر مع الإرياني، القائم الكبير، القائم الذي طبعا لا نغفل عنه وقد تحدثنا عنه كثيرا. نعم. لديه أغنية جميلة ولديه يعني قصيدة جميلة هي علانت، تتكلم عن علانت تتكلم عن من كلماتها علانت بعد الخريف نح مدرب، واعلنت أن الذرة حاصلة حب. جميل. طبعا موجودة في ديوانه فوق الجبل. كما نعرف مطهر مع الإرياني معجون بحب الأرض، صحيح، مرتبط بالأرض وأغلب أغانيه أو أغلب كلماته تدور حول هذا المحور. وهذا حقيقة هي رائعة من روائع مطهر الإرياني بصوت أبو نصار يعني. طبعا جميلة. وربط الأرض بعلان. علان طبعا هو شهر الخريف المعروف لدينا في الشهور الزراعية اليمنية.
لدينا طبعا تقويمنا الخاص بنا للتقويم الحميري والسبائي، ولدي بعض الأسماء التي يعرف المزارعون أكثر مننا طبعا يعني. أكيد. لعل شهر علان هو مشهور كما يقول الأستاذ بردوني، علان سمي علان لأنه يعلن التمر. يعلن التمر بهذا الشكل. علنت بعد الخريف نحمد الرب، علنت واعلنت ان الذرع حاصلها، علنت واعلنت ان الذرع حاصلها. القصب في الجيرب متوجه بالسنابل، مثل تاج الذهب منقوش باللولي حافل. من الذين تعامل معهم الشاعر علي عبد الكريم المؤيد، وله أكثر من قصيدة غنائية حقيقة. نعم، أكثر قصيدة غنائية. لعل الشرها والتي معروفة هي أغنية قلبي على بعدكم مجروح. قلبي على بعدكم مجروح، يا أحبابي بالله كيف الحل، لي شهر فوق الفراش ما تروح، إلى ما نشكي وأتوسل. بعدكم ونوح، ودمع العيان كم أهمل، كم أشتكي بعدكم ونوح، ودمع العيان كم أهمل. هذه القصيدة هي واحدة من الذي تعاون معه فيها. على فكرة يعني هو شاعر غنائي جميل ورائع بكلماته حقيقة يعني. نعم. هذه القصيدة طبعا كما نقرأ كلماتها فيها من النمط مجروح وقلبي وعليكم وهكذا. في أغنية أخرى مشابهة لأغنية يا أهل الهوى، غير هذه النادات يا أهل الهوى. هي أغنية بالله يا أهل الهوى هل عندكم شرع صاف، من كلمات علي عبد الكريم المؤيد. بالله يا أهل الهوى هل عندكم شرع صاف، بالله يا أهل الهوى هل عندكم شرع صاف، أو عاد للحب حيلة، أو عاد للحب حيلة، أو عاد للحب حيلة، أو عاد للحب حيلة. علي عبد الكريم المؤيد كتبها الآخرين طبعا، كتبها الصديق عمر أبو نصارة واللي هو الفنان الكبير علي معي الأنسي. سنتحدث عن علاقتهما يعني معا في محور آخر. من الذين تعاون معهم شاعر الآنسي الجميل الذي كان يكتب الآنسي عباس المطاع. عباس المطاع كما ذكرنا في حلقة سابقة كان رافق للآنسي بعدد من أغاني يضحك على الأيام، جيشنا وغيرها يعني الأغاني التي نعرفها جميعا. كتب له أغنية جميلة جدا، هي أغنية يا سائلي عن هوى المحبوب لا تسأل. يا سائلي عن هوى المحبوب لا تسأل، دمعي الجواب الذي يكره هذه الأغنية أظن الآنسي عادها
واللحن لحن أبو نصار أصلا. نعم. التعاون ما بين الرجلين كان كثيرا، فالرجلان مبدعان. ربما اشترك حتى في الشعر، في العلاقة ما بين الفنان والفنان دخل فيها أيضا الشاعر عباس المطاع يعني. نعم، بل اشترك في الرجلان، اشترك في أغاني أخرى يعني ليس عباس المطاع بحد ذاته، إنما في أغاني أخرى سواء لهذا أو لذاك. ومن الذين تعامل معهم الشاعر أحمد حسين المفتي في أغنية أشرق علينا كالقمر. أظن أن هذه الأغنية عادها أيضا الحارث، غناها الحارث. نعم، أشرق علينا كالقمر من شرفة طبعا. لكن الجميل أن لكل منهم بس طريقته الذي نجده عند أبو نصار أنه يطيل في المقدمة. يعني الفنانون الآخرون تجدهم يدخلون إلى الأبيات مباشرة يعني بمقدمة لحنية قصيرة. أبو نصر العكس، يتفنن في عزف، يتفنن في العزف في التقاسيم في البداية، ثم بعد يعني تنتظر حتى يدخل في الأغنية. طبعا هذه كانت السمة موجودة بالمناسبة، يعني سمة فنية موجودة. لعل أم كلثوم كوكب الشرق واحدة من هذا صحيح، طبعا مع الفرقة في حين أبو نصر مع العود، فهذه من السمات المميزة لهم. طيب أستاذ عبد الحفيظ، ندخل في محور آخر من محاور النقاش في السيرة الفنية للفنان الراحل أبو نصار، وهو موضوع الغربة في حياة هذا الشاعر. أنت أبنت وأوضحت في ما مضى من الوقت من وقت البرنامج بأن الرجل نظرا للمضايقات التي ربما تعرض لها لسبب أو لآخر ذهب إلى الغربة، ربما يعني إجبارا وليس طوعا. فكيف أثرت الغربة في حياة الفنان أبو نصار؟ الغربة محور أساسي في الإنسان اليمني. وقد تحدثنا في حلقة سابقة أنه أغلب الفنانين اليمنيين كانوا يدور حول موضوع الغربة. ولعل قصيدة غدة البال المشهورة واحدة من تلك. أبو نصار كانت غربته إجبارية صحيح، وليست اختيارية بحكم يعني الظرف اللي تحدثنا عنه سابقا. هو ذهب إلى الطائف وعاش في السعودية فترة في الطائف، وهناك استفاد من الغربة. فاطلع على التراث اللي كان موجود هناك، التراث الحجازي والتراث النجدي بالذات. هذا التراث أعطى له إضافة إلى ما لديه من تراث يمني أصلا مكتسب. فكان يعني صبغة جديدة للفن. هذه النقطة الثانية، التقى مع عدد من الفنانين، سواء الفنانين اليمنيين كانوا هناك أو من الفنانين الخليجيين أو السعوديين إن صح التعبير في تلك الفترة. فطلعوا على تجربته واطلع هو على تجاربهم. أمثال طلال المداح، محمد عبده، آخرين. فكان هذه الإضافة التي صبغت أبو نصار بصبغة الجديدة، إلى جانب أن الغربة تعبر أو تصنع الشجن الذي لدى الفنان أو لدى الإنسان العادي، فما بالك الفنان اللي يكون حساس. فكان هكذا، وليست غربة عادية، كانت غربة طويلة. يعني لو ذهبنا إلى المراجع لوجدنا أن أغلب حياة أبو نصار كانت في المهجر. صحيح. لكنه صحيح أنه كان مغتربا عن اليمن، لكن لم يكن منفصلا عما كان يجري في بلدنا في تلك الفترات، سواء بالستينات والسبعينات والثمانينات. كان مطلعا على ما يجري في البلد، صحيح، مدركا لما هو موجود في الواقع. وكان يتغنى بناء على ذلك الواقع الذي كان يدرك. ولذلك لم نجد في أغاني ما يتحدث عن هذه مناطق المهجر. على العكس، كانت أغاني تدور حول اليمن وحول ظروف اليمن وحول العاطفة بشكلها الحقيقي، اللي هو العاطفة عند أبو نصار هو محور أغاني. ومن الطريف بالأمر في ذاك الزمان أن أبو نصار صنع لحنا، كما اتفقنا أن أبو نصار ملحن أصلا، ده جانب من الفنان. أكيد. صنع لحنا بنمط خليجي.
من واقع معايشته للواقع الخليجي. نعم أيوة، في من أغنية من لو عتيبي خلين. هذه الأغنية من لو عتيبي خلين لما نسمعها سنجد النمط ليس النمط اليمني المتعارف عليه ولا النمط أبو نصار المتعارف عليه. يعني ككلمات ولحن تحس أنها خليجية أكثر مما هي ربما يمنية يعني. نعم، وأعتقد هذه من أثر الغربة في لو لم يذهب إلى هناك يمكن لم يتأثر بهذا التأثر. صحيح. هذه من ربما هذه من حسرة الغربة. نعم. إذا صح التعبير، إذا كان الغربة ستضيف لي تجارب فالغربة أفضل من القعود في مكان ساكن. من لوعتي في خلي يمسيت ناجي غايب وكنه يا عيوني قبالي أشوف الزغلة في خيالي ونادي وأقول قرب يا بعد كل غالي من حسنات الغربة بالنسبة لأبو نصار أنه تعرف على الفنانين الخليجيين وعرف تجاربهم وكذلك هم اطلعوا على تجربته. فكانت هناك أغنية، هذه الأغنية أعادها الفنانون الخليجيون، هي أغنية أبو نصار. نعم. أعادها الفنانون الخليجيون، لكن للأسف لم يشيروا أن صاحبها هو الفنان اليمني محمد أبو نصار. وهذا ربما للأسف تهميش آخر يعاني منه الفنان أبو نصار. هي أغنية وداعة الله يا مسافر. قد أعادها الفنان محمد عبده وغناها طبعا، يعني أقصد أعادها غناها يعني. نعم. قد غناها الفنان محمد عبده وغناها الفنان طلال المداح وغناها تحت غتاب. يوم قالوا السفر قلبي تقطع وذاب ما قدر اروح لكم. من يوم قالوا السفر قلبي تقطع وذاب ما قدر اروح لكم. تعال الله يا مسافرنا والفؤاد يا قدر الله. تعال الله يا هذه الأغنية هي من بنات أفكار محمد أبو نصار، وهي ملكه الفكري إذا صح التعبير، لكن التهميش الذي لحقه في الداخل لحقه في الخارج لحقه في الخارج للأسف. طيب أستاذ عبد الحفيظ، تقترح نستمع إلى هذه الأغنية بصوت من هؤلاء الفنانين يعني؟ إذا كان سنقدم كنموذج لمن قلدوا هذه الأغنية فنختار محمد عبده، الفنان محمد عبده كنموذج لتقليد هذه الأغنية بعد أن سمعناها بصوت أبو نصار. من يمنا ويت السفر قلبي تقطع وضاق يا أخي اللي ما هو سوا. من يمنا ويت السفر قلبي تقطع وضاق يا أخي اللي ما هو سوا. لمن نظرت للسفر البر والبحر ضاق وقلت يا الله تهجون. لمن نظرت للسفر البر والبحر ضاق وقلت يا الله تهجون. طيب أستاذ عبد الحفيظ، اسمح لي كالمعتاد أن أستوقفك عند هذه النقطة، لأن الحديث ذو شجون كما يقال عن الفنان الراحل أبو نصار، على أمل أن نستكمل إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إذا مستمعينا الكرام، أستودعكم الله سبحانه وتعالى، على أمل إن شاء الله أن ألقاكم في الحلقة المقبلة. تحيات طاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح يا راعي بالجبل سويتك نمشوا بالقوار. هجرني حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم كان
طبعك هلا وليش غيرته. أنغام يمانية. رحلة بحث فنية في حياة نجوم الأغنية اليمنية. الإعداد والتقديم خالد ناجي الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري.